السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل تورتة البلاك فورست من مطبخ دعاء محي. تورتة سهلة خالص ولذيذة جدا وجميلة، تنفع لكل المناسبات. ان شاء الله هتعمليها وهتعجبك قوي، ومقاديرها بسيطة. شايفين ما شاء الله شكلها حلو زي من جوه وعالية جدا، والطبقات بتاعت الكريم شانتيه مع كيك الشوكولاتة لا تقاوم. كمان القطعية بتاعتها هشة خالص وخفيفة. انا كمان مش قادرة اقاوم يا جماعة، لازم ادوقها. طعمها بجد خرافة رهيبة جدا، ان شاء الله تجربيها وتعجبك. المقادير: 9 بيضات مفصول البياض عن الصفار، ربع كوباية كاكاو خام ونص كوباية زيت، ملح، كوباية ونص سكر بودرة منخول، كوباية وربع دقيق، فانيليا، وباكو بيكنج باودر هاخد منه معلقة كبيرة ومعلقة خل. هتجيبي المصفى بتاعتك وحطي عليها الدقيق والكاكاو الخام ومعلقة البيكنج باودر الكبيرة. وزي ما قلتلك المقادير كلها متوفرة في البيت، والنتيجة اكتر من هايلة بصراحة. اهم حاجة يا جماعة، الحاجات اللي هنضرب فيها بياض البيض والصفار لازم يكونوا مغسولين وناشفين، ولما اغير المضرب من حاجة لحاجة برضو اغسله وانشفه. هنا بياض البيض حطيت عليه الملح، واضربي على السرعة العالية جدا لغاية ما يعمل معاكي كده مرنج ويعلى معاكي. نجاحه انك تحركيه، ما بيبقاش سايل وبيبقى ماسك نفسه. اركنيه بقى على جنب ونشتغل في صفار البيض. حطي عليه الخل والفانيليا واضربي جامد لغايه ما يبقى فاتح معاكي الصفار. نبدا ننزل بالسكر البودره المنخول بس بالتدريج، واحده واحده، ونضرب لغايه ما تختفي كل شويه. نخلص المقدار. شايفين بقى سايل ازاي وقوامه حلو ازاي؟ انزلي بقى بخليط صفار البيض وسكر البودره ده على بياض البيض، واستخدمي المضرب الكهرباء برضو واضربي جامد لغايه ما يمتزجوا. حطي نص كوبايه الزيت بتاعتك. تمام كده، ضربناهم كويس. شايفين الفقاعات دي دليل انها اتخدمت حلو قوي في الضرب، وان شاء الله يبقى الكيكه بتاعتك ناجحه. هنجيب الخليط بتاع الدقيق والكاكاو الخام والبيكنج باودر، وهبدا انزل بالتدريج، وهوقف شغل بالمضرب الكهرباء واستخدم المضرب اليدوي شويه شويه كده، واقلب بالمضرب اليدوي او الاسباتولا بس لغايه ما يختفوا. قلبي من تحت لفوق او في اتجاه واحد. هنا خلصت كل المقدار وبقت كيكه الشوكولاته عندي جاهزه. هنا صينيه وانا دهناها ومبطناها بالدقيق، وطبعا مشغله الفرن على درجه 180 الحراره من قبل ما ابدا اشتغل في الكيكه. نزليها كده ما شاء الله قوامها حلو قوي، وحركيها كده حاجة بسيطة، ونبدأ ندخلها الفرن. هتاخد 40 دقيقة. اختبريها بالخلة. تمام كده استوت. سيبيها شوية تهدى عشان تفصل الجوانب بتاعتها، واقلبيها ما شاء الله على الارتفاع بتاعها وطالعة زي الفل. هنا الكريم شانتيه هبدأ اجهزه. كوباية ونص كريم شانتيه اخد مني كوباية ونص لبن ونص كوباية سكر بودرة، وبصراحة كمان المقدار زاد معايا زيادة كوباية كريم شانتيه تاني. اهم حاجه يا جماعه من نجاح الكيكه ان انت لما تعمليها يا ريت تسيبيها في التلاجة، بيتيها ليله في التلاجة. طلعتها من التلاجة وابدأي كده بالخله اعملي خط عشان تعلمي المكان اللي انت هتقطعي منه وتحطيها تاني عليه. انا حطيت هنا خليتين علشان ناويه ان شاء الله اعمل 3 طبقات. الكيكه دي اقطعها 3 طبقات. هاتي سكينه مشرشره واقطعي وامسكيها كده، بصي من فوق بايديكي، ولفي السكينه وانتي بتلفيها لازم تخلي في النص. طبعا انا هتبقى سهله معايا علشان مبيتاها في التلاجة فمش هتفرول معايا. شايفين حلوه ازاي وهشه ازاي وكمان مفرغه؟ هنعمل نفس الحكايه في العلامه التانية بتاعت الخله التانية. امسكي ايدك ولفيها. ادي الطبقه التانية، والطبقه التالتة هسيبها زي ما هي في مكانها. جيبي الشربات بتاعك او مربى وتكوني مخففاها بميه، وابدأي اسقي طبقات الكيكة وخاصة على الحروف عشان تبقى طرية كده ومسكرة معاكي. جيبي كيس حلواني بعد كده وحطي فيه الكريم شانتيه، وهاتي الشكل اللي هو المدور العادي مفيش وردات، وانزلي كده اسهلك واحسن. وابدأي افردي الخطوط دي اللي انت عملتيها بالكريم شانتيه، وحطي عليها الطبقة التانية، وخدي بالك من العلامة اللي احنا عاملينها عشان ينزلوا فوق بعض. طبعا الطبقة التانية برضو زقتها بالشربات وحشيتها كريم شانتيه، والطبقة الأخيرة نفس الحكاية. والأحسن يا جماعة ان انتي تفردي الكريم شانتيه من فوق قبل الجناب، لان لما بيزيد معاكي من فوق بتنزليه على الجناب عادي. طب عشان توصلي الملمس حلو، هاتي ميه سخنه وحطي فيها الاسباتولا بتاعتك او الحاجه اللي انت شغاله فيها، وبعدين ابدأي مشي في اتجاه واحد على الجوانب، هتنعم معاكي وتتساوى الوش. ومن فوق برضو نفس الحكايه في ميه سخنه، وخدي الارتفاعات من فوق لجوه. تمام كده. هنا دي شوكولاتة مطبخ مبشورة وحطها في التلاجة.
ارفعي الكيكه بتاعتك او التورتايه بايدك الشمال وبايدك اليمين، ابدأي حوطيها داير ما يدور بالشوكولاته. هنا هجيب الكريم شانتيه بتاعي واحط شكل الورده، وعملت وردات حوالين التورتايه، ورشيت في النص بقيه الشوكولاته المبشوره بتاعتي. وحطي بقى على كل ورده كريز. يا ريت تسيبوها في التلاجة برضو يا جماعة، او تبيتوها ليلة بتشرب كده من الكريم شانتيه وتبقى طعمها تحفة. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ويا رب تجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.